لكم ان تتخيلوا اللي انا طول الفيديو بسجل معاكم صوت وصورة، وبعد ما الفيديو يخلص اتفاجئ اللي هو صورة بس وما فيش صوت. مع اني والله العظيم كنت فرحانة اوي وانا بتكلم، والكلام كان طالع من قلبي، وكنت اول مرة احس ان انا بتعامل عادي. لان طبعا قبل كده كان حد بيصورني، دلوقتي انا جبت رينج لايت، وطبعا التليفون قدام مني، وفرحانة بقى ايه اللي انا بتعامل عادي ومش محروجة وعادي. والله العظيم كل كلمة أنا كنت بتكلمها في الفيديو كانت طالعة من قلبي. يعني أنا دلوقتي براجع الفيديو أنا نسيت أصلا أنا كنت بقول إيه. بس نسمي الله ونصلي على النبي كده ونرحب بكم الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، وأتمنى من الله عز وجل اللي انتوا دايما تكونوا بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عاوزه اقول لكم اللي انا طبعا كنت لسه اول تصوير ليا بالرينج لايت ده، فطبعا كنت مثلا مش عارفه اظبط الاضاءه ومش عارفه اظبط الزوايا. فانا اسفه لو مثلا الفيديو فيه حاجه مش هتعجبكم او التصوير فيه حاجه مش مظبوطه، بس والله انا بحاول على قد ما اقدر يعني ايه اللي انا اظبط الدنيا. انا مبدئيا كده انا كنت بوريكم المطبخ وعماله اتكلم معاكم واقول لكم الميه عندي قطعه. انا فعلا انا بقالي كتير قوي قوي الميه قطعه عندي. قله الميه دي واقفه حال، والله العظيم واقفه حال. انا حاسه ان انا جايفه بمعنى اصح. انا مش عارفه اغسل مواعيني كويس، ولا عارفه امسح، ولا عارفه اعمل شقتي. انا حاسه ان انا قاعده شغاله بالشفشق كده زي ايام زمان. يعني بملى برميل ميه في الحمام، بملى جرد الميه للطبيخ والكولمن بملاه للشرب. انا دلوقتي كنت بوريكم المواعين وبوريكم برضو ده الفريزر. بقول لكم احنا اصلا بنستعمل الفريزر ده، احنا بنعامله معاملة رخامة مطبخ. كل حاجة على الفريزر. يعني انا اصلا بطبعي ما بحبش يكون عليه حاجة، لان الفريزر ده مصدي من كتر اللي احنا بنحط عليه حاجة. ساعات مية بتقع عليه، عيالي بيعملوا كوباية شاي عليه معرفش ايه. انا عاوزة اقول لكم اللي انا حاليا برضو انا بستخدم الفريزر ده كرخام. بس انا كدعاء ام عمر انا بعرف احافظ عليه. يعني انا مش بحط عليه ميه، هي دوبك صينيه الاكل، الصينيه وبرص على الاكل مش اكتر من كده. انا عيالي مثلا لما يجوا يشتروا الاكل من الصاله يدخلوه المطبخ، بنبقى طبعا حاطين الطبليه، فبعد الغدا اقول لهم يلا حولوا الاكل جوه. هما بقى يقوموا حاطين كل حاجه على الفريزر، هما بيستسهلوا. فانا دلوقتي كده كنت بروق الفريزر معاكم، لان انا دلوقتي عايزه اطلع كيس لوبيا من الفريزر. هتقولوا لي لوبيا ايه اللي في الفريزر؟ هقول لكم اللوبيا ديت يا جماعه، انا قبل كده كنت طبخه لوبيا، فعيالي لما عرفوا اللي انا هطبخ لوبيا قالوا لي احنا مش هناكل لوبيا. فانا طبعا عشان الطبخه ما تبص مني، يعني مش هتدبس فيها انا وجوزي يومين تلات، قمت رايحه ايه اسماها. قسمت طبخة عملتها يوميها، وتاني طبخة يعني بعد السلق قمت ايه عيناه. انا عاوزة اقول لكم اللي انا مطلعاه من الفريزر والله العظيم كأنها لسه مسلوقة. لان انا اصلا بعدت سواء فاصوليا او لوبيا بتكاش عليهم في السوا قوي، علشان يستووا مع ايه مع التقلية بتاعته. انا طلعت الكيسة، اعتبر ان انا ضربت عصفورين بحجر، وفرت غاز مثلا، والطبخة قضت معايا يومين. وطبعا كان عندي حتة تقلية جاهزة يا دوبك حطيت ده على ده. انا بطبعي لما باجي بقلي بزيادة. انا واخدة على كده ليه؟ لان انا كنت شغالة، فطبعا كنت الطماطم اللي اجيبها اقول بدل ما اعملها صلصة اقليها مرة واحدة. اجي من الشغل احط مثلا شوية البطاطس اللي اعملهم واحط عليهم معلقتين تقلية، ويبقى كده ايه الطبخة خلصت. زي ما انتوا شايفين كده بفضي اللوبيا في المصفى. انا يا دوبك هفرفرها كده بشوية مية، هتفك معايا وهتطلع حباية بحباية. شوفوا ما خدتش اي حاجة، مش متلجة من اللي بالكم فيه. طبعا زي ما بقول لكم كأني لسه سلقاه. وطبعا كنت غسل الحلة ومجهزاها. انا طبعا بعد ما شطفتها حطيتها تصفى ميتها، وخدت الحلة حطيتها على النار، وحطيت فيها المعلقتين التقلية اللي هعمل بهم اللوبيا، وغسلت جنب الرز وحطيت ده على ده.
انا عاوزه اقول لكم والله انا كنت بتكلم معاكم بقى في الميه وفي العيشه وفي الغلا وفي الدنيا، وبتكلم معاكم في حاجات كتير. انا عاوزه اقول لكم والله اللي انا معظم الكلام انا نسيته، بجد انا نسيته، لان انا بقول لكم كنت فرحانه بيه وعماله اتكلم معاكم، والكلام والله العظيم طالع من قلبي قوي 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 يعني شوفوا انا متقلي طول الفيديو انا ما بطلتش كلام. فالمهم بقى هنا ايه، رحت على على البوتاجاز. دي التقليه اللي كانت جاهزه معايا، بوريها لكم اهي، متقليه جاهزه، بصل بالصلصه بالدهن بتاعها. يا دوبك انت هتحطي معلقه معلقتين على حسب استعمالك، هتشوحيهم. بعد ما يتشوحوا هتحطي ده على ده على شويه ميه مع التوابل. التوابل طبعا حسب استخدامك، حسب ما انت بتحبي. في ناس ما بتحبش طعم حاجه معينه في الاكل ما تحطهاش، في ناس بتحب كل التوابل، حطيها زي ما انت عايزه. انا عاوزه اقول لكم اللي سما وساره برضو كانوا فرحانين معايا بالرنج لايت. يعني لو خدتوا بالكم هتلاقوهم كل شويه ايه داخلين طالعين وعمالين يتنططوا حواليا كده، وكل شويه فرحانين بيه ويجوا بقى يظهروا معايا. يعني هما كانوا بيقولوا احنا عاوزين نيجي نتصور معاك الفيديو، بس ملك بنت اختي كانت عندي، قعدت عندي كام يوم، فهم فرحانين برضو بملك وعمالين يلعبوا معاه. فحتى ما كانوش روقوا لي الشقه ولا ساعدوني في اي حاجه يومي. هي سما بس اللي وقفت معايا ايه في المطبخ وانا بقشر البطاطس، قالت لي انا هقف انا اقشر معاك، اعمل معاك البطاطس واعملي انت التوم. يعني حابه كده هتلاقيها ايه داخله ايه تعمل معايا. طبعا ده الرز هغسله، ويا دوبك على ما ده ياخد غلوتين هكون غسلت الرز، هعلق على ده جنب ده وفي ثواني هيعمل. شوفوا بقى سما وسارة، انا مش كرم انا كريم، انا مش كريم انا كرم، هما دول. في ناس كتير مفكره اللي سما وسارة توأم. انا عاوزه اقول لكم اللي سما وسارة مش توأم، هما اي نعم مولودين فوق راس بعض وفي سنه واحده ومطلعين عيني، بس هما مش توأم. ديت اللي وشها الكاميرا ديت سارة، واللي على الطرف ديت مين؟ ديت سما. عاوزه اقول لكم اللي سما هي الكبيره، وسارة جايه بعد سما بحوالي 10 شهور ونص، 11 شهر تقريبا كده. المهم ما عداش السنه يعني، هما جايين في سنه واحده. يعني شوفوا انا كنت بتكلم معاكم وعماله اعرفكم بسما وسارة. انا عاوزه اقول لكم اللي سارة في الطراو، بجد بجد في الطراو. سما ربنا يحميها ويبارك فيها. بصوا يعني هقول لكم حاجه، هي ايدي ورجلي والله العظيم بجد. يعني انا لو قلت يا سلمى الاقي سما هي اللي قايمه، لو قلت يا ساره الاقي سما هي اللي قايمه. لو انا بعت ساره مشوار، سما تقول لي لا خليها يا ماما وانا اللي هروح. لو بقول لسلمى اعملي كذا تقول لي لا خليها يا ماما وانا اللي هعمل. فما شاء الله ما شاء الله، يعني ربنا يحميها ويبارك فيها ويبارك في عيالك كلهم ويبارك في اولادكم ويحفظه لكم من اي مكروه يا رب، والله العظيم. هنا بقى سما وسارة بقولكم لو اول مرة تشوفونا اعملوا لايك واشتراك، وعاوزين تعليق حلو منكم لنا. يعني انا عندي ايه ما شاء الله، بقول لكم فرحانين بالرينج لايت، واقفين بقى قدام الكاميرا، وقولكم علقونا واكتبوا تعليق واكتبوا اشتراك وكده. سما بقى جات لما لقتني بعمل في البطاطس زي ما انتوا شايفين كده، انا واقفه بقى اتكلم معاكم واستر معاكم، انا مش فاكره حاجه. المهم انا بتكلم معاكم من اول وجديد. انا كنت تقريبا بقول لكم اللي البطاطس ديت جايباها، اللهم صل على النبي، جايباها 1.5 كيلو ب10. انا الصراحه لقيتها فرصه والله العظيم، لان البطاطس كانت ب10 وب15. فالست ديت يعني كانت الوقت متاخر، وانا كنت مع ابويا بره بالتوك توك، وكانت حوالي الساعه 11 11 ونص تقريبا، وهي حبيبتي عاوزه تروح. فبكم يا حاجه البطاطس؟ قالت لي ب10، خدها 1.25 كيلو. قالت لي بقول لك خدي لك 1.5 كيلو. المهم انا جبت شويه كده محترمين، قلت هينفعوني وهيبقوا عندي ايه في البيت. فانا طبعا زي ما انا قلت لكم، انا عندي البنات في منهم ما بيحبش اللوبيا. فانا قلت اقشر بطاطستين كده جنب الاكل، وعملت رز ولوبيا، وعملت بطاطس وبتنجان عشان اللي ما ياكلش ده ياكل ده.
طبعا برضو على ان اسلق لهم بيض. يعني انا عندي سما بنتي، البت سلمى بنتي الكبيرة ما بتاكلش البيض، فهي عندها الرز والبطاطس احسن من البيض. فانا عملت الاكل، اللي عاوز ياكل من ده ياكل، واللي عاوز ياكل من ده ياكل، وبألف هنا وشفا. بس انا عاوزه اقول لكم يا جماعه، اللي لازم نلمها، والله العظيم لمها خلاها تلم. طالما انت عارفه عيالك بياكلوا ما بياكلوش ايه، طالما ما بياكلوش الحاجه ديت ما تزوديش الكميه. ولو مثلا الكميه زادت معاكي زي ما حصل معايا كده، اقسمها على مرتين هتنفعك لمره تانية. يعني مش كل يوم هناكل لحمة وفراخ وسمك وده وده، لا، الدنيا يوم كده على يوم كده. وسبحان الله، يعني ربنا زي ما حاططلك البروتين مثلا في اللحمة حاططهولك في البيض، حاططهولك في اللوبيا، حاططهولك في الفاصوليا، زي ما حاططلك مثلا الحديد في التفاح حاططهولك في البتنجان الاسمر، زي ما حاططلك مثلا العسل والحاجات دي، برضو العسل الابيض في حديد، العسل الاسمر برضو في حديد وينفع للانيميا. فسبحان الله والله العظيم ربنا يعني معوض البني ادم حاجات بحاجات، عشان اللي ما تقدريش تاكليه في الحاجة الغالية تاكليه في الحاجة الرخيصة. انا بعمل كده. انا يوم معايا هجيب لحمة هجيب، ما معيش لحمة شوية فاصوليا شوية لوبيا شوية اي حاجة من عندي بعمل. ولما بناكل وبنملى بطننا بنقول الحمد لله. والبطن لما بتشبع ما بتعرفش هي واكلة ايه، والله ما بتعرف هي واكلة ايه. المهم نقول ايه الحمد لله. ومعاكي كتير هتمشي، معاكي شوية هتمشي، ايا كانت ظروفك مشي على قد ظروفك وظروف جوزك. يعني مش شرط تقولي لجوزك كل يوم انا عايزة وهاتلي واعملي وسويلي، لا، الدنيا مش كده خالص يا جماعة. الدنيا من ده على ده. انا واحدة عارفة مقدرة جوزي ايه، انا بمشي على حسب مقدرته. يعني مثلا البطاطس اللي انا جايباها كيلو ونص ب10، ما هي في بطاطس تانية ب15 وهي نفس البطاطس. يعني انا جايبة الكيلو ونص بحق ال2 كيلو. فالحمد لله يعني سبحان الله، يعني ربنا ايه بيدبرها كده من عنده. وانا لما لقيتها فرصة جبت كمية. معلش انا بسأل على البطاطس اليومين دمت لان الفيديو ده كان متسجل وكنت حفظته، وبعد كده اتمسح فنزلته تاني. يعني انا قعدت ادور عليه لحد ما لقيته، وبعدين بعمله تسجيل تاني وهنزله لكم. انا النهارده يا جماعه بسأل على البطاطس لاقيها ب25 جنيه، والله العظيم ب25 جنيه. وامبارح برضه كنت عامله برضه الاكل وجيت ادور على بطاطس ملقتش، بعت جبت كيلو ب25 جنيه. فبرضو الدنيا مش على حال واحد. البطاطس لها مواسم زيها زي الطماطم. يعني احنا بنقول على الطماطم مجنونة يا قوطة، لا والله العظيم والبطاطس أجن منها. كل حاجة حتى الفراخ الكيلو كان وصل 100 و110 و100 ومعرفش وكام. الفراخ النهاردة ب65 جنيه. فمعاكي مثلا فلوس، معاكي مقدرة انك تخزني لك 5 فرخات 10 فرخات على حسب الفلوس اللي معاكي، والله العظيم احسن ما تجيبي وتربي. شفتي بقى؟ يعني بيقولك شريت العبد ولا تربيته. التربية بتهلك صحتك، وبتهلك اكلك كتير، وبتهلك حاجات كتير. فانا عاوزة اقولك اي فرصة تلاقيها، ايا كان حاجة رخيصة قدامك، شوية طماطم هاتيهم، شوية بطاطس هاتيهم، فرختين 3 خزنيهم، رز مثلا ومعاكي فلوس متوفرة هاتيلك 10 كيلو 5 كيلو لو انت ما بتخزنيش. الدنيا يا جماعة مش على حال واحد. الدنيا ديت مواسم، والله العظيم الدنيا ديت مواسم في كل حاجة. مش الطماطم بس، لا، في كل حاجة. فالمهم انا عن نفسي بعمل كده. انا لما بلاقي حاجة رخيصة بجيب، وبجيب كمية بقول تبقى عندي، مش بخسارة. التلاجة موجودة، الفريزر موجود، الحاجة عينها وخزنها. وقت ما اعوز تبقى ايدي طايلة، همد ايدي اجيب البطاطستين اقشرهم واقليهم. يوم ما يكونش عندي اكل خالص، يوم ما يكونش ما معيش فلوس خالص، هعمل شوية رز حباية وحباية، هعمل بطاطستين، عندي بتنجانة في التلاجة هقليها، عندي بيضتين هسلقهم هقليهم جنب الاكل، طماطمتين هشققهم. يوم ما يكونش معايا فلوس خالص، وفضل ونعمة من ربنا.
والله العظيم الواحد لما بياكل والله العظيم لو شاهده قدامه ما هيقدر ياكل بعد الاكل اللي هو كله، لان خلاص هو بطنه اتملت وحمد ربنا على الاكل اللي هو كله. البت سارة واقفة بقى عمالة تتكلم معاكم. سارة بنتي ما شاء الله عليها لمضة، عندها لباقة في الكلام ومتكلمة. سما الكبيرة ديت بتتحرج، يعني سما بتتحرج عن سارة. ملك ملك بنت اختي واقفة ورا مستخبية محروج. سارة بقى انا عاوزة اقول لكم اللي هي مكبرة دماغها في الطناش، كل ما اقول لها حاجة تقول لي ما بعرفش ما بعرفش ما بعرفش. هي مستسهلة اللي سما اكبر منها، ومستسهلة اللي سما ايه على طول تقول لي هاتي يا ماما اما اروح، هاتي يا ماما اما اعمل. فما شاء الله عليه. شوفوا سما ربنا يحفظها جات تساعدني لوحدها والله العظيم. لبست مريالة المطبخ وجات لوحدها، قالت لي هاتي يا ماما اما اعمل بطاطس. قلت لها تتعوري، طب اعملي انت الطوم. قالت لي لا انا مش هعرف اقشر الطوم، اديني انا البطاطس اعملها زي ما انتوا شايفين كده. وعملت انا الطوم. الطوم ده لايه بقى؟ عشان كنت طبعا هقلب بتنجان جنب اللوبيا، فكنت بعمل دقة جنب بعمل يا رب اللهم صل على النبي دقة للبتنجان. فالزيت كان على النار في الوقت ده، فكانت اخر بطاطساية اللي هي في ايد سما. فخلاص كده ايه نعتبر هنغسلها ونحطها في الزيت. وكنت عاوزه اقول لكم برضو البتنجان انا كنت جايباه برضو من الست بتاعه البطاطس، كنت جايباه برضو 1.5 كيلو ب10، مع انه في كل حته ب10 وب15. فعشان كده بقول لكم الحاجه لما لقيتها رخيصه انا جبت. انا عاوزه اقول لكم يا جماعه والله العظيم اللي هتوفريه النهارده هينفعك بكره، مفيش حاجه بخساره. وما ينفعش انك مثلا ما تبقيش عامله حساب بكره. ما ينفعش تصرفي اللي في ايدك النهارده وتاني يوم تبقي محتاره، تاني يوم بتفكري. اصل الحياه مش اكل وشرب بس، عشان تبقوا عارفين الحياه ضغوطات. يعني بتاع الكهرباء ممكن يجيلك فجاه، بتاع الميه يجيلك فجاه، انبوبه عاوزه تملاها فجاه، عاوزه تشحني التليفون عشان تكلمي حد، الباقه بتاعتك خلصت وانتم مثلا مبتعرفوش تستغنوا عنها عاوزين تشحنوها. مثلا لا قدر الله ربنا يكفيكم الشر ويحفظ لكم اولادكم مثلا، عيله تعبت عاوزه تكشفي عليها. هتستنجدي بمين؟ هتستنجدي بمين؟ مالكش الا ربنا. ثم انت اللي تدبري نفسك، انت اللي تدبري نفسك بعقلك وبحكمتك كده في القرش اللي في ايدك. انا جالي ايام انضغطت واستلفت واتعملت، مش هقول لكم لا، بس كنت عارفه انا واخده القرش هعمل بيه ايه وعارفه اسدده ازاي. مش عايشه الدنيا ايه سبهلله. هي الدنيا فعلا ما ينفعش تتعاش سبهلله. اعمل حساب لبكره، مش هنعمل بالمثل اللي بيقول اصرف ما في الجيب واشحت تاني يوم مش عيب. لا عيب يا جماعه، اللي هيدينا النهارده مش هيدينا بكره، لان اللي هيديك مره تاني مره هيبقى عنده ظروف. واللي ما بيديلكش ولا بيقف جنبك في حاجه انت عمرك ما هتروحي تقفي على بابه وتقولي له اديني حاجه. ده مبدئيا يعني مش هيجيلك عين اصلا اللي انت تعملي كده. انا عاوزه اقول لكم اللي انا والله العظيم وفرت ولميت، والحمد لله ربنا ساطرها معايا وعليا الحمد لله. ودلوقتي اي ظروف تحصل لي، اي ظروف بتحصل لي بيبقى معايا قرش متعان على جنب. يعني انا مثلا بنتي اللي واقفه جنب ديت سما تعبت فجأة، انا رحت كشفت عليها، رحت حللت لها، رحت جبت لها علاج. مش شرط يعني الاكل ولبس ومصاريفنا تبقى ضايعه على حاجه، فلوسنا تبقى ضايعه على حاجات تافهه. لا نبقى عاملين حساب لبكره. انا بنتي مثلا ديت لو كانت تعبانه في وقت انا ما معيش فيه فلوس هروح فين واجي منين؟ هقول لي مين اديني؟ واللي بيديك مره تاني مره يقول لك هاتي اللي عليكي. ولو ادالك مره لا تالت مره يقول لك مثلا أنا معيش. فلازم ان انت تبقي ساندة نفسك بنفسك. احمدي ربنا والله العظيم على اللي عندك طبخة بايتة ايه يعني لما تسخنيها وتحمري بطاطساية جنبها، تقلي بتنجانية جنبها، إيه اي حاجة حتة طرش جنبها، قدمها بطريقة حلوة. مش شرط اكل بيت خلاص هيترم. لا يا جماعة انا عن نفسي عايشة كده، عندي اكلة بايتة بقضي بها. انا عاوزة اقول لكم اللي انا كنت في بيت العيلة اول ما قعدت لوحدي انا كنت بتعاير، والله العظيم كنت بتعاير. يعني مثلا انا كنت بجيب الفرخة اقسمها على مرتين،
كان يتقال لي يا ام فرخه بايته، يا ام فرخه مقسوم، يا ام طبق طبيخ بايت، يا ام معرفش ايه. معلش يعني، هو انا لو ما عملتش كده واحتجت فلوس انت هتديني؟ ده انا في مره طلبت منك ربع جنيه هجيب حزمه خضار محشي انت ما اديتنيش. هتستحمليني لما اجي اقولك هاتي 50 جنيه ولا 100 جنيه؟ ولو اديتيني مره هتديني التانية؟ انا من هنا اتعلمت ايه؟ اللي انا ما مدش ايدي لحد وما اقولش حاجه لحد، وامشي نفسي بنفسي. عندي حلو باكل، عندي وحش ما فيش وحش الحمد لله يعني. عندي اكله بايته برضو بقضيها. ربنا سترها معايا، مش مسمعه حد بيا، مش مسمعه حد بجوزي. عمري ما شكيت ولا قلت ده ما حلتوش ما عندوش ما بيدينيش ما بيعملنيش، لا، ما فيش الكلام ده. لان طبعا الحياه كانت ضغطانه وعلينا مصاريف كتير وعلينا اقساط كتير، فالحمد لله ربنا سترها معانا. انا هنا كنت بقول لكم بقى ايه، اللي الميه كانت قطع عندي بقالها كتير، والبوتاجاز عندي محروق، وعلشان اغسله بغسله بالمنظف ده. هو طبعا المنظف ده كان خلصان، انا كنت حاطه فيه ميه، فطبعا بقول لكم هو كان خلصان. فانا بوريه لكم، بقول لكم انا بجيبه وبستعمله البوتاجاز لانه هو بينضف البوتاجاز. لان انا جبت نوع تاني نفس الاسم بس ازازه بيضه، حتى انا عملت لكم فيديو بيه ووريتكم الفرق ما بين ده وده. عاوزه اقول لكم ابو ازازه صفرة احسن من ابو ازازه بيضه. هنا بقى كنا حمرنا البطاطس وحطيت ايه، دور البتنجان في الطاسه. هنا برضو سما بنت الله يصلح حالها دقت التوم، عملت الدقة بتاع البتنجان. توم على قرن شطة على شوية ملح بكمون. هو بصوا يا جماعة، عاوزة اقول لكم المهم والله العظيم انك تظبطي اكلك ماشي، وتقدميه بطريقة حلوة، لان العين بتاكل قبل البق. بسم الله ما شاء الله، ده الاكل بتاعنا بتاع النهاردة: الرز وبطاطس، وكان عندي حتة جبنة مهروسة بطماطم، واللوبيا وبتنجان مقلي، والطبق ده كان مسقعة بيت مسخنة جنب الأكل. بألف هنا وشفا وفضل ونعمة من ربنا، ويا رب دومها علينا بالستر يا رب دايما، ويا رب ما تفضحنا ما بين عبادك يا رب، ويسترها علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين. اتفضلوا معانا يا أحلى ناس، وما تنسوش اللايك والاشتراك. مش ولا حاجة، وبطاطس اهي زي ما انتم شايفين اهو، ودي صار